السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل فراخ مشويه بطريقه جديده وكمان سهله وسريعه ومن غير كركبه مواعين كتير، وكمان طعمه السنين، طعمه جدا خطيره بجد يا جماعه. الوصفه اللي ولادي بيطلبوها مني كل يوم، اللحمه دايبه دوب وكمان طريقتها سهله وبسيطه ومن غير كركبه مواعين كتير. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا على طول في الوصفه. مكوناتنا النهارده بسيطه جدا وكمان متوفره عندنا في كل بيت. هحتاج لبصلايه وسط وكمان نص ليمونه وقرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد، وكمان 4 فصوص من الثوم. والتوابل بتاعتنا النهارده بسيطه جدا، وهي عباره عن ورقتين من اللورا ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من سبع بهارات، وكمان نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من ودول معلقتين من الزبادي. ده زبادي هاخد منه معلقتين اتنين بس. اول حاجه هجيب كده الخضار بتاعنا ونقطعه، لان الخلطه بتاعت النهارده او التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ هنعملها في الخلاط. فاقطع كده البصله. التتبيله بتاعت النهارده سهله جدا وكمان بسيطه جدا ومش حاميه كده على المعده، فتمشي بقى كده في رمضان يعني في الصيام. فطريقتها حلوه جدا بجد، لو جربتوها هتدمنوه. كمان هقطع الفلفل، لو انتم مش حابين الفلفل اللي هو الحامي ممكن تشيلوه، ما فيهوش اي مشكله. هاخد بقى الخضار اللي انا قطعته ده وهنزل بيه كله كده في الخلاط، وكمان هنزل عليهم بعصره نص الليمونه و4 فصوص من الثوم والمعلقتين الزبادي، معلقتين اتنين بس، ما تكتروش عنه. وكمان تقدروا تحطوا اللي هو اللبن الرايب اللي احنا بنعمله في البيت او زبادي البيتي، معلقتين اتنين بس، وده بيطري اللحمه او بيخليها طريه ودايبه كده يدوب. هحط التوابل بتاعتنا، لكن هشيل ورق اللوري طبعا. هحط كل توابل البودره، وورق اللوري هحطه على صينيه قبل ما تدخل الفرن. كمان احط معلقه كده مليانه من الخل، خل بقى ابيض او خل تفاح المتوفر عندك. وكمان احط عليهم معلقتين اتنين بس من الزيت، معلقتين حلوين جدا ما تكتروش عن المعلقتين. وكل ده طبعا في الخلاط. وفي كمان حاجه انا نسيت اقول لكم عليها في الخضار بتاعنا، اللي انا هحتاج لطماطمتين او 3 طماطمات صغيرين. فانا كان عندي 3 طماطمات كده صغيرين، هقطعهم برده قبل ما احطهم في الخلاط عشان نضربهم كويس جدا. ما تكتروش عن طماطمتين او 3 طماطمات صغيرين زي دول، علشان التتبيله بتاعتنا ما تكونش عباره كده عن صلصه طماطم. عايزين كل المكونات تتناغم كده ويكون في نسبه وتناسب بينهم. هنزل بقى كده بالطماطم اللي قطعتها وكل الخضار بتاعي في الخلاط زي ما انتم شايفين. وكمان احط عليهم نص كوبايه بس من الميه، ومش هنحط ميه غير نص كوبايه، دي هي هتستوي بالميه دي. انا بس حطيت هنا نص كوبايه الميه عشان اضرب وافرم المكونات دي كويس في الخلاط. اضرب كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هنجيب قطع اللحمه بتاعتنا ونبدا ان احنا نعمل فيها فتحات كده بسكينه عشان كل التتبيله تدخل كده بين اللحم وبعضه. وما تقلقيش مهما كانت حجم القطع الفراخ بتاعتك كبيره او صغيره، ما تقلقيش هتدوب معانا وتبقى زي الفل. هشرح كده كل كميه الفراخ بسكينه، وبعد كده هحطهم في بوله وهنزل عليهم بالتتبيله بتاعتنا. ده شكل التتبيله بعد ما فرمناها في الخلاط. هقلب كده اللحمه في التتبيله وهنسيبها يا ليله كامله او اقل حاجه ساعتين في التتبيله دي. فانا هتاكد كده ان كل اللحمه اتغلفت معايا بالتتبيله عشان تشرب وتدوب كده منها. هغطي كده على البوله دي بكيس ثلاجه او نغطي عليها بغطا او بالبلاستيك راب كده عشان ما تاخدش او تكرف كده ريحه من الثلاجه. كل ما اعدي الفراخ دي في التتبيله كل ما اخدت كده من طعم التوابل وشربت كده، واللحم بتاعها لما بنيجي نحطه في الفرن او ندخله نسويه بيكون دايب كده معانا دوب. وده بقى شكل التتبيله بتاعتنا بعد ما عدى عليها ساعتين. انا طبعا كنت عاملاها في يومها، ما كنتش بيتها في الثلاجه، فقعدت معايا ساعتين. هاخدها كده واحطها في صينيه، وبعد كده هجيب بطاطس انا مقطعها مكعبات. ممكن تستغني عن خطوه البطاطس دي، لكن الولاد بتحبها وبتكون شاربه كده من التتبيله وطعمها حلو جدا. وبقى هنزل عليهم بالتتبيله اللي انا كنت حاطه فيها الفراخ. يعني حطيت الفراخ وفوقهم البطاطس وكمان التتبيله. هنغطي بقى وش الصينيه بتاعتنا دي بغطا حله ينفع عادي خالص، او بالومنيوم فويل المتوفر عندي. هندخلها الفرن في الرف اللي هو تحت خالص على نار متوسطه. بتقعد معانا في الفرن من 30 ل 45 دقيقه على نار بتكون هاديه خالص. وده بيكون الشكل بتاعها بعد ما خرجت معانا من الفرن. ريحتها كانت قلب البيت وكمان طعمها حلو جدا. ودلوقتي اوريكم قد ايه ان اللحمه دايبه كده، وكمان البطاطس استوت واللحمه كانت دايبه. مش هتصدقوا بجد يا جماعه، طعمها حلو جدا. قومي بقى اعملي الوصفه بتاعت النهارده، الكل هيحبها وكمان هيشكرك عليها. وكمان اعمليها في العزومات، صنف جديد وشكله حلو جدا ومش مكلف اي حاجه خالص، وكمان خفيفه كده على المعده ومش حاميه، تنفع بقى في ايام الصيام. كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي هوريكم كده شكل اللحمه بالشوكه، والله حرفيا كده دايبه دوب بتدوب كده في البق ده وبس. يعني من اكتر الوصفات المحببه لقلبي، وكمان اللي الولاد بيطلبوها مني على طول. شايفين ما شاء الله اللحمه دايبه بتطلع كده لوحدها من على العظم. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهارده، واستنوني كل يوم في وصفه جديده حلو وحادق من وصفات رمضان. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش بقى تحطوا لايك. انتوا بتنسوا اللايك يا جماعه. وكمان لو عندكم اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم بنفسي. اللي طعمها يجنن هنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه، والمكونات بتاعتها متوفره عندنا في كل بيت. فاحنا ليه بقى نشتريها من بره باسعار كبيره جدا؟ احنا هنعملها النهارده في البيت ومش هتكلفنا ان شاء الله 10 جنيه. واول حاجه هجهز الكريمه بتاعتنا اللي هنحشي بيها اللينزه. في الحله دي هحط كوبايتين ونص من الحليب، وكمان هنزل عليهم ب4 معالق كبار من النشا بالمعلقه المعياريه او معلقه الاكل الكبيره، ما فيهاش اي مشكله. وكمان هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه، ومش هحط سكر ولا اي حاجه. وكل ده انا مش مولعه النار تحت الحله، على البارد لسه. هقلب كل المكونات دي لغايه لما اتاكد ان النشا والكريم شانتيه دابوا تمام. وبعد لما اتاكد ان النشا دابت تماما في الحليب، هفتح بقى النار تحت الحله وهقلب باستمرار، ما تشيلوش ايدكم من الحله. اول لما النشا يربط معايا ويوصل للقوام ده، هوريكم بس القوام بيكون بالقوام ده. هسيبه كده ياخد غلوتين، وبعد كده هطفي النار وهسيبه على جنب. وفي الطبق ده انا حاطه كوبايه ونص من الدقيق، وكمان حطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ما يعادل 4 جرام، وكمان كوبايه الا ربع من جوز الهند ما يعادل 50 جرام. هقلبهم كده كويس، وهي دي المكونات الجافه بتاعتنا. وفي البوله دي هحط كوبايه الا ربع من السمنه او كوبايه من الزبده. يعني لو هتستعملوا سمنه حطوا كوبايه الا ربع، لكن لو هتستعملوا زبده بتحطوا كوبايه زبده. هنزلها كده في الطبق ده، والزبده دي زي ما هي كده، ما فكتهاش على النار زي ما هي. هحاول بس اضربها كده ضربتين بالمضرب. وتقدروا كمان تستعملوا او تعملوا الخطوه دي بايديكم او بالمضرب اليدوي، ما فيهاش اي مشكله. لكن النهارده عشان الوقت بس انا استعملت المضرب الكهربائي. وهكون مجهزه جنبي كوبايه الا ربع من السكر البودره. هنزل بيه كده على السمنه، وبعد كده هضربه تاني بالمضرب.
وطبعا في المرحله دي واهم حاجه ان انتوا تقفلوا بقكم، يعني اقفلوا بقكم كده كويس علشان السكر بيطير وممكن يبوظ لكم صيامكم او يضيع لكم صيامكم. طبعا السمنه مع السكر، السمنه كانت قرصه فما كانتش راضيه تندمج كويس مع السكر، فهنزل عليها بالبيض. محضره جنبي 3 بيضات ويكونوا بدرجه حراره الغرفه، هنزل بيهم بيضه بيضه، هنزل بيضه كده وهضرب، اول ما تختفي هنزل بالبيضه الثانيه بالشكل ده. ومهم جدا ان انتوا تستعملوا البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني ما يكونش طالع من الثلاجه. دي تاني بيضه هنزل بيها وكمان هضربها كويس، اول ما تختفي هنزل بالبيضه الاخيره. ودي بقى اخر بيضه معانا في ال3 بيضات. هضربهم كده كويس وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا، ما تنسوش الفانيليا لان هي مهمه جدا عشان ريحه البيض. وفي الوقت ده بكون محضره جنبي تلت كوبايه من الحليب، وبتكون هو ده اخر مكون في المكونات السائله بتاعتنا. وهضربهم كده ضربتين 3 بالمضرب، وبعد كده هشيل المضرب وهنزل عليهم بالمكونات الجافه اللي احنا مجهزينهم في اول الفيديو، اللي هم عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، حطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر وكوبايه الا ربع من جوز الهند. هقلبهم كده بمعلقه وسباتيولا، تقليب خفيف كده لغايه لما بس المكونات الجافه تمتزج مع المكونات السائله. وطبعا كالعاده هسيب لكم المقادير دي مكتوبه في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها، لو صندوق الوصف ده السهم اللي جنب عنوان الفيديو بتضغطوا عليه هتنزل لكم المكونات. وده بيكون شكل وقوام العجينه، بتكون طريه كده شويه اشبه كده بالانجلش كيك، بتكون بالشكل والقوام ده، وجوز الهند باين فيها وهو لسه حتى ما دخلش الفرن. وبكده العجينه دي خلصت، هركنها كده على جنب، وهجيب بقى كيس ثلاجه او كيس حلواني او حتى كيس من اللي هو استعمالي الواحد ده، وهاخد فيه كده حوالي ربع العجينه. وطبعا اللي احنا هناخده في الكيس ده اللي هنعمل بيه وش اللينزه او هنزين بيه وش اللينزه بتاعتنا. هاخد كده حوالي ربع العجينه بالشكل ده. بنركنه بقى كده على جنب، وبنكون طبعا محضرين جنبنا صينيه بتاعتنا، وصينيه بتاعتنا مقاس 30 دهنها كويس بالزبده، وهنزل فيها كده بكل عجينه البيتزا المتبقيه معايا. وكمان تنفع العجينه دي في صينيه مقاس 26 او 28 ما فيهاش اي مشكله. وهبدا كده بالمعلقه والسباتولا وافرد كده كل العجينه في الصينيه بتاعتي. بتتفرد معايا بكل سهوله لان العجينه طريه مش ناشفه بالشكل ده. واحاول كده وانا بفرد ان انتوا تخلوا تعملوا سور كده لها على الجوانب الصينيه، تعملوا سور كده بالعجينه على الجوانب بالشكل ده، علشان لما اجي احط الكريمه بتاعتي ما تلسعش او تتحرق من جنب الصينيه. وطبعا الحته اللي بتتحرق بيكون طعمها وحش جدا وبتكون كمان مش لطيفه خالص. وبعد كده هجيب بقى الكريمه اللي احنا محضرينها في اول الفيديو وهنزل بيها كده على الصينيه. طبعا هي لسه سخنه لان انا كنت عاملاها في الاول وبعد كده عملت لينزا، بس اللينزا مش بتاخد اي وقت في الشغل. هنزل كده بكل كميه الكريمه واحاول ان انا افردها واسويها كده بالمعلقه. انا عايزه السطح بتاعها يكون متساوي كده واملس بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى العجينه اللي انا كنت حطاها في كيس حلواني او في كيس ثلاجه، وهبدا كده ان انا اعمل خطوط كده بالطول على وش الصينيه بالشكل ده. حاولوا ان الخطوط تكون رفيعه كده علشان هي هتنفش شويه في الفرن، فاحنا عايزين بقى الكريمه تكون باينه كده بين الخطوط دي وبعضها. بعد ما عملت كده خطوط بالطول هبدا كمان ان انا اعمل خطوط بالورب كده بالشكل ده. ولو هتحطي العجينه في كيس ثلاجه يفضل ان انت تقصيه كده بالمقص، تكون قصه صغيره. واعمل كمان على حروف الصينيه كده. وطبعا في الوقت ده بكون انا مشغله الفرن علشان يسخن على درجه حراره 200. بدخل الصينيه دي في الرف الاوسط، بتقعد معايا من 20 ل 30 دقيقه طبعا على حسب الفرن بتاعك، بس كل شويه بتبصي عليها كده. ولو احتاجت بقى الوش بتاعها ياخد لون بنفتح الوش شويه دقيقتين. وطبعا لازم ناخد بالنا منها كل شويه. وبيكون ده الشكل بتاعها بعد ما بتخرج معانا من الفرن، شكلها حلو جدا. بنجيب بقى كده نسقيها بشربات خفيف بارد. ده شربات من بتاع البسبوسه خفيف بارد. هتاخد معايا حوالي كوبايه ونص من الشربات. ولو ما تيجوا تسقوها كده بشربات ما تنزلوش بالحله او الكزروله كده عليها مره واحده علشان الكريمه بتكون طريه. يعني حاولوا توزعوا شربات كده بكبشه او بكوبايه كده علشان ما تبهدل لنا شكلها. وفي كمان ملحوظه، احنا بنسقيها بشربات بيكون الشربات بارد وهي بتكون لسه خارجه من الفرن علشان تشرب معايا شربات بسرعه. وبعد كده الجناش بقى بتاعها من فوق حسب ذوقك، بتحط عليها كريز كده مسكر او المتوفر عندك، كمان ينفع تحطي عليها مكسرات، شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا. اعمليها بقى في العزومات هتشرفك من غير ما تكلفك. هقطع لكم بقى كده حته بالسكينه علشان تشوفوا قد ايه ان هي جميله. بس طبعا لما تيجوا تقطعوها استنوا عليها لما تبرد، بس انا عشان التصوير كنت مقطعاها كده وهي سخنه فكانت الكريمه سايحه معايا. تكون بالجمال والحلاوه دي، شكلها حلو جدا وكمان طعمها حلو جدا، وصنف جديد من حلويات رمضان ومش مكلف خالص، وكل المكونات بتاعته متوفره عندنا في كل بيت. متاكده لو جربتي اللينزا بالطريقه دي هتعجبك جدا، وكمان هتعمليها على طول لان هي خفيفه جدا وكمان مش مكلفه. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهارده، وخلصت اللينزا القمر بتاعتنا دي. قوموا بقى اعملوها حالا. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا اشتراك. ما تنسوش كمان تفتحوا صندوق الوصف هتلاقوا فيه وصفات رمضان كلها. واستنوني بقى كل يوم في وصفه جديده من وصفات رمضان الحلو والحادق، واشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامه.